السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المسطور. النهاردة معانا تحليل شخصية ملك العود فريد الأطرش. أنا دورت على الإنترنت كتير عشان أعرف تاريخ ميلاد فريد الأطرش، ولقيت إن في مواقع كتير كاتبة إن هو اتولد يوم 19/10، ومواقع تانية كتير برضو كاتبة إن هو اتولد يوم 21/4. طيب لو هو اتولد 19/10 المفروض إن هو يبقى برج الميزان. تعال نشوف مع بعض كده صفات برج الميزان. المفروض إنه يبقى عادل، طموح، مستمع جيد، متواضع وعقلاني، يعترف بأخطائه، مخلص في الحب، مغامر وغيور ومبذر ولا يهتم بالتفاصيل وصلب الفكر. ولو هو اتولد يوم 21/4 ده هيبقى برج الثور. وصفات برج الثور إن هو قوي الشخصية وعنده ثقة بنفسه وصادق ووفي، مساعد للآخرين، نشيط وعنيد ويعمل بإتقان، ولما بيحط حاجة في دماغه لازم يعملها، صبور، صعب إحباطه ويهتم بالتفاصيل ومرن الفكر. تعال نحلل شخصيته بقى بعلم الفراسة ونشوف في نهاية الفيديو هل الصفات دي تبع برج الميزان ولا تبع برج الثور. أول حاجة هنشوفها مع بعض هي عرض الجبهة عشان نعرف نوع الثقة اللي عنده بنفسه إذا كان فطري ولا مكتسب. فهناخد بالنا تقريبا كده إن هو عنده طول الوجه أطول سنة صغيرة من عرض الجبهة، وإن عنده الفك يعتبر نسبيا عريض، فده يعتبر الوجه المربع مستطيل. يعني وجه ثقته في نفسه مكتسبة، لازم يعمل الحاجة أكتر من مرة وينجح فيها فيبدأ يثق في نفسه ويعملها بعد كده من غير ما يبقى قلقان، وبيحب الشهرة بيحب الظهور. تاني حاجة هناخد بالنا منها إن الجبهة عنده طويلة، وده معناه إن هو مثقف وبيعرف يخطط وواسع الفكر وبيحب يحل المشاكل لنفسه وللآخرين. ولو تاخد بالك إن عنده الجبهة ضيقة من هنا وبتطلع على واسع زي ما انت شايف كده، إن الجبهة من هنا أعرض من تحت. وأصحاب الملمح ده بيبقى عندهم صبر وبيبقى عنده خلق واسع للتعلم وبيبقى قوي التركيز ومبيحبش حد يقاطعه وهو بيشتغل. ولو تاخد بالك برضو إن هو منبت الشعر مع الجبهة عنده واخد شكل الام. وأصحاب الملمح ده بيبقى عندهم إبداع، ومش أي نوع من الإبداع، إبداع في التطوير، يعني بيحب يجيب الحاجات القديمة ويطور فيها، وإنه بيعرف يستنتج الحاضر من الأحداث والمواقف اللي حصلت معاه في الماضي، وبيبقى عنده ثبات انفعالي، ولما بيعمل حاجة ما بيسيبهاش ولا بيرتاح إلا لما يخلصها. وده السبب اللي بيخلي الجزء ده في الشعر كده إيه، يسحب لورا كده وما يبقاش الجبهة مستوية. بيبقى عنده صبر قوي جدا ان هو لما يعمل حاجة ما بيقومش غير لما يخلصها. واللي بيدعم معانا الملمح ده لو تاخد بالك جنب الانف عنده كده هنا في انتفاخ، والملمح ده برضو معناه انه لما بيحط حاجة في دماغه ما بيهداش غير لما يعملها. لو رحنا صورة تانية كده جانبية هنلاقي ان عنده الجبهة عمودية، وده معناه إن هو ما بيقدرش يفكر في حاجتين في نفس الوقت. تسلسلي الفكر، لازم يفكر في حاجة ويخلصها، ولما يخلصها يبدأ يفكر في حاجة تانية. وبالمرة برضو نقول إن هو عنده دوران هنا كده، الزاوية بتاعة التقاء الجبهة بالشعر دائرية، وده معناه إن هو مرن الفكر. نرجع بقى للصورة دي ولو ناخد بالنا هنا برضو إن عنده الشعر مش مستوي. بص لو تاخد بالك إن الشعر هنا إيه، في تعريجات كده كتير، وده معناه ان هو كان عنده مشاكل ومعاناة كبيرة في الفترة بتاعة المراهقة. الشعر نفسه بقى لو تاخد بالك ان هو اسود تقيل، وده معناه ان هو مشاعره جياشة، والفتلة بتاعة شعره تقيلة، اللي هو مش من النوع ان الهوا بيطير شعره، مش الخفيف ده. فالشخص ده بيبقى ما بيتأثرش بمشاعر الاخرين. هتقولي ازاي دي ودي مع بعض؟ هقولك. اللون الاسود القاتم بتاع الشعر ده معناها ان المشاعر اللي جواه هو اللي بتطلع للناس جيشة، لكن تخانة فتلة الشعر ده بيدل على ان المشاعر اللي بتجيله من الناس ما بتأثرش فيه هو شخصيا. واللي بيدعم معانا الصفة دي ان لو تاخد بالك ان عنده الحاجب تقيل، شعر الحاجب عنده تقيل جدا في الجنبين العملي والعاطفي. وبرضه طول الحاجب لو تاخد بالك، لو خدنا خط كده من جنب العين،
شوف الحاجب بينتهي فين، الجزء ده كده معناه ان هو عنده تواصل مع الناس. بص ده معناه ان هو عنده تواصل مع الناس. ولو تاخد بالك ان الزاوية بتاعة الحاجب طالعة بميل كده لفوق، وده معناه ان هو شجاع وجريء، وفي الجانب العملي معناه ان هو بيعمل بجد وبإتقان، وان هنا برضو ما عندوش الزوايا اللي في الحاجب دي، مش موجودة عنده. في دوران هنا لو تاخد بالك، وهنا برضو كده في دوران. ده معناه ان هو مش مسيطر، ولكن ارتفاع الحاجب من هنا كده يدل على ان هو بيعرف يستخدم لغة جسده كويس. ولو تاخد بالك ان المسافة اللي ما بين الحاجب والعين قليلة جدا، فده معناه ان هو شخص ودود. ومع الجزء اللي باين هنا في جفن العين وهنا، ده معناها ان هو شخص عشمه في الناس كبير، وان هو بيتوقع منهم النية الكويسة. لو تاخد بالك بقى المسافة اللي ما بين الحاجب طبعا مسافة قليلة، فده معناها ان هو شخص عنده خصوصية وبيهتم برأي الناس فيه. نيجي بقى للعين، هتلاقي ان العين عنده شكلها نعسان كده شوية، الجفن اللي فوق ده كده ايه نازل شوية العين. وعلى فكرة ده مش في الصورة دي بس، ده في كل صوره هتلاقي برضو هنا. بص العين عنده نعسانة، ده معناها ان هو طيب، ولما بيتعامل مع حد بيطمن له، بيسلم له قلبه ومشاعره، وان هو سهل التواصل، يعني ممكن تتواصل معاه بسهولة. بس خلي بالك ان قلبته بتبقى وحشة، صاحب الملمح ده قلبته بتبقى وحشة، يعني لو غدرت معاه حرفيا ممكن يبهدل الدنيا معاك. والشكل العام للعين هو العين اللوزية. العين اللوزية دي بتبقى عريضة من النص وبتنزل على ضيق من الجنبين اللي بره، زي هنا برضو كده هتلاقيها عريضة من النص وبتنزل ايه ضيقة كده في الأطراف. وده معناه إن هو حذر وقوي الملاحظة وبيركز على التفاصيل وبيقدر العشرة ومخلص. ونربط بالمرة الصفة بتاعة التركيز على التفاصيل، لو جيت هنا هتلاقي إن عنده البروز ده كده، وده معناه إن هو برضو إيه بيهتم بالتفاصيل. واللي بيدعم معانا الحذر إن هو برضو المسافة اللي بين العين مش كبيرة، ده معناه إن هو شخص حذر وقوي الملاحظة. ولو جينا تحت العين هنلاقي فيه الخطين دول كده، دول معناهم إن هو بيعرف ينتقي الكلمات. ولو جينا خدنا الخطين كده من نني العين عشان نشوف طول الفم، هتلاقي ان طول الفم عنده قصير، وده معناه ان هو بيتكلم من عقله. والشفة اللي فوق برضو لو تاخد بالك ان هي رفيعة مش سميكة، فده معناه ان هو قليل الكلام ولكن كلامه مقنع. هنيجي بقى على الأنف، هنلاقي ان الأنف عنده طويل، فده معناه انه شخص طموحه كبير وبيعرف يخطط. وده زي ما قلنا بيدعم معانا ايه الطول بتاع الجبهة. وبرضه بيدعم معانا الصفة دي ان الأنف عنده مش عريضة ولا رفيعة، متوسطة العرض، ودي معناها برضه ان هو شخص بيعرف يخطط. تعال نشوف بقى كده ايه الأنف عنده إدارية ولا مقعرة ولا مستقيمة. هنشوفها في الصورة اللي في الجنب دي، هنلاقي ان الأنف عنده مستقيم، وده برضه شخص بيبقى ذكي وبيعرف يخطط. فكده عندنا 4 ملامح شفناهم فيه للتخطيط: طول الجبهة وطول الأنف وعرض الأنف المتوسط وإن الأنف مستقيم. لو تاخد بالك هنا إن الأنف عنده بارز، وده معناه إن هو عنيد في تحقيق أهدافه وطموحاته. لو جينا برضو على الأذن عنده، هنلاقي إن الأذن عنده واخدة الشكل الدائري، وده معناه إن الأذن عنده موسيقية وفيها برضو استقامة هنا بسيطة كده، فده معناها إن هو بيحب الريادة. ولو جينا هنا برضو في الصورة دي كده هنلاقي الاستقامة اللي في الأذن دي معناها إن هو بيحب الريادة. لو تاخد بالك برضو إن الفتحة بتاعت الأذن عنده كبيرة، فده معناها إن هو إنسان بيسمع الكلام بقلبه. برضو هنا بيدعم معانا الصفة دي في الأذن التانية برضو واسعة اهي، يعني بيسمع الكلام بقلبه. كده احنا عرفنا بقى إن هو بيسمع الكلام بقلبه وبيتكلم بعقله علشان الطول بتاع الفم قصير.
طيب الفم بيقول لنا ايه تاني؟ الفم ده الشفة اللي تحت طبعا مش سميكة، فانت هتقول ان هو بخيل. طيب انا عايز اقول لك ان شكل الفم ده وان الشفايف عنده مش محددة، ده معناه ان هو شخص كريم ومعطاء ولكن عند الاستفادة. يعني لما يكون في حد بيفيده في حاجة بيبقى كريم ومعطاء معاه، ولكنه بالنسبة للكرم في مشاعر الحب بيبقى حريص. لو جينا بصينا بقى عنده على الخدود هتلاقي ان عنده بروز هنا كده في الخدود شوية، وهنا برضه اهو، فده معناه ان هو شخص طيب وحنون وبيهتم بالاخرين. تعال نشوف بقى الدقن بتاعته بتقول لنا ايه. الدقن بتاعته طبعا مربعة ومستوية من هنا، فده معناه ان هو مجادل ولكن بيعرف يقنعك، وانه بيتخذ قراراته بناء على قناعاته، الحاجة اللي هو مقتنع بيها بيكون قراره على المبادئ اللي هو مقتنع بيها، وان عنده عزيمة واصرار. واصحاب الدقن المربعة برضو بيبقوا كثير الحب وبيحبوا عمل الخير وبيحس وبينصر الفقراء والضعفاء. فاكرين لما قلنا في الجبهة ان عنده بتطلع ضيقة وبتعلى لفوق، وقلنا ان من صفاتها الصبر، وقلنا برضو ان الشعر لما بيسحب هنا كده بيبقى معناها ان الشخص ده صبور. تعال نشوف الملمح ده في الدقن كده. لو شفنا الصورة الجانبية بتاعته هتلاقي ان الدقن عنده بارز لبره كده، وده معناها ان هو شخص صبور. ولو تاخد بالك ان الدقن برضو فيها بروز للأسفل من هنا كده، وده معناها انه شخص عنده قوة إرادة وبينفذ كلامه ووعوده مهما حصل. وطبعا في الحاجب نسينا نقول ان هو مدبب من هنا فعنده إخلاص. ولو جينا برضو هنا في الصورة دي هنلاقي ان هو هنا عنده الحاجب مدبب وهنا عنده الحاجب مدبب، فهو عنده إخلاص. والصفات اللي قلناها بتاعة انتقاء الكلام عندك برضو، لو بصينا هنا كده هتلاقي ان عنده الفراغ اللي هنا كده بتاع الدبلوماسية وبتاع اللباقة، عشان برضو ايه نربط الملامح كلها مع بعض. تعال نشوف صورة ليه بقى لما كبر. هنلاقي الخطين اللي عنده هنا دول معناهم ان هو شخص بيركز جدا في عمله ودقيق جدا في عمله. تاني خط برضو هنشوفه ما كانش موجود، خلي بالك ده الخط بتاع اللباقة، مش ده اللي احنا هنتكلم عليه. احنا بنتكلم بقى على الخط اللي هو ايه نازل كده ده، والخط ده معناه افتقاد الحب او افتقاد روتين معين كان متعود عليه في حياته ما بقاش قادر يعني. ولو تاخد بالك ان هنا عنده الخطوط الاشعاعية بتاعة الفكاهة، يعني معناه ان هو شخص بيحب الفكاهة. وعندنا هنا برضو الخط ده ظهر ما كانش عنده قبل كده او كان عنده قبل كده خفيف جدا، لو تاخد بالك في الصورة دي اهو خفيف، ولكن لما كبر الخط عنده بقى عميق، وده معناها ان هو بقى بيستخدم لغة جسده اكتر. ومعناها برضو الضحك والفكاهة والدقة والانضباط في العمل، انه بيحب الاناقة وانه حقق انجازات كتير في حياته. وعندنا هنا برضو ظهر عنده الخط بتاع الحرمان موجود في الجنبين اهو، وده معناه ان هو مقتنع جوه نفسه ان هو في طفولته كان محروم من حاجات كتير. وزي ما قلنا من الشعر ان هو منبت الشعر مش مستوي، لو تاخد بالك في تعريج ان هو فعلا كان عنده معاناة كبيرة في فترة المراهقة. دلوقتي بقى اقدر اقولك بالصفات دي ان هو كان برج الثور، وان هو اتولد يوم 21/4 مش 19/10، وان هو ما كانش برج الميزان. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو ما عجبكش اعمل برضو، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة. واشكركم على متابعة الفيديو واترككم في رعاية الله وأمنه.